لو عايز تلفت نظر شخص معين ليك وتخليه مركز معاك وبيفكر فيك، يبقى شوف الفيديو ده. 3 حيل نفسية لو عملتهم هتلاقي الشخص ده ما بقاش شايف غيرك لا إراديا. أول حيلة محتاج تعملها إنك تبقى معارض الشخص ده في آرائه، يعني طالع له زي العقلة في الزور كده. صدقني دي أكتر حاجة ممكن تلفت نظر الشخص ده ليك، لأن أي شخص في الدنيا بيلفت نظره الشخص اللي داخل معاه في تحدي، اللي هو داخل معاه نائر ونقير. أنت هتقول يمين، أنا هقول شمال، كده وخلاص غلاسة. لكن مش بيلفت نظره الشخص المسالم اللي هو بيرضيه على طول. ده غير كمان انك لما تكون معارضه ده هيخلق جواه روح من التحدي، لان هو هيبقى مركز انه يرد عليك ويدخل معاك في جدال وتحدي لمجرد انك قلت حاجه مختلفه. ومش لازم الحاجه المختلفه دي تبقى راي في حاجه كبيره. انت لو قاعد معايا وقال انا هشرب مانجا، ايه يا ابني ده انت بتحب المانجا؟ هو في حد بيحب المانجا؟ خلي الاعتراضات تبقى خفيفه على قلبه وهزار في نفس الوقت. تاني حيله محتاج تعملها هتخلي الشخص ده مركز معاك ويتلفت نظره ليك، هو انك لما تكون واقف بتتكلم مع الشخص ده والكلام بينكوا شغال والحوار مستمر وممتع، استأذن مرة واحدة وقول له انك عندك مشوار او حاجة مهمة وهترجع تكلمه تاني، يعني اختفي عنه فجأة. ودي تاني اكتر حاجة هتخليه يتلفت نظره ليك ويركز معاك، انك اختفيت فجأة ففضل الحوار ما بينكوا مفتوح من غير ما يتقفل بالشكل الطبيعي المتعارف عليه بين اي اتنين. فهيحس ان كان في حاجة هو كان مشتاق يكملها وانت قطعتها، فهيبقى مستني انه يقف معاك تاني. لازم تعرف ان اي تصرف غير طبيعي يصدر منك اتجاه الشخص ده هيثير التساؤلات جواه ويخليه مركز معاك ويفضل يسأل نفسه، لان انت عملت حاجة غير الطبيعي المتعارف عليه بين الناس. تالت حيلة محتاج تعملها انك تكون غامض، يعني مش معرفه اي حاجة عن حياتك، بتختفي فجأة وترجع تاني على اساس كنت مشغول وعندك حياة كده هو ما يعرفش عنها حاجة غير اللي انت معرفهوله. فده هيخليه عنده تحدي وفضول انه يدخل في حياتك ويعرف عنها اكتر.